أعزائي متابعي قناة مذيع كرة، أهلا بكم وحلقة جديدة. وأبو تريكة يتحدث عن رفضه اللعب في الزمالك قبل اللعب في النادي الأهلي. رحت قعدت مع مسؤولي نادي الزمالك مرتين. المرة الأولى كان عندهم هم فريق أحلام، كان واخد الدوري وكان مسيطر، وكان عندهم فريق كبير فيه كل نجوم. فرحت قعدت، فكل حاجة أقولها كان معايا صاحبي مجدي، فكل حاجة أقولها يقولوا لي أوكي أوكي. وكان ساعتها الصحافة والإعلام يقول لك في مشاكل وهناك مشاكل و فأنا لما رحت قلقت الصراحة. فاول مره قلت لهم خلاص انا هصلي استخاره وابلغ والدي ووالدتي واخواتي وبعد كده ارد عليكم. فبعدها بيوم او يومين توعدت تاني ورحت تاني. كان استاذ مندوب الحسيني كان امين الصندوق على ما اتذكر، كان كابتن كمال درويش ساعتها رئيس النادي. فانا قلت لهم تاني يوم، انا قلت لهم انا صليت استخاره مش مرتاح ومش مرتاح ومش خلاص. انا قال لي ليه ومش ليه قلت له لا خلاص ومشيت. وما كانش في كلام في النادي الاهلي. حصل بقى كلام بعدها بيومين او 3 ايام، جالنا تليفون مجدي صاحبي ده، جاله تليفون من الكابتن الخطيب. فالكابتن الخطيب كلمه قال له مهندس مجدي زملكاوي. مجدي زملكاوي. ايوه بس كان حريص جدا ان انا اروح الاهلي، لان هو عارف انا بحب الاهلي بس لما يجي لك الاهلي والزمالك والاهلي والنادي واحد بس هو اللي عارض، فانت طبعا لازم تفكر. وكان عقدي قرب يخلص في الترسانة. لا انت ما تفكرش، كان فاضل لي 6 شهور. انت تروح من غير ما تفكر. لا في الاول. فالاهلي جالي طبعا خلاص والله لو في ايه. فالمهم الاول قالوا جوزيه ما يعرفوش. ايوه فعلا انا فاكر. فلازم يتفرج على سيديات، لازم يتفرج على فيديوهات وشرايط فيديو. فمجدي قالوا له هو طالب شرايط فيديو بتاع. قلت له والله ولا هدي، مش هودي حاجه. فمجدي قال لي لا هو عاوز يشوفك، هو الراجل اللي بيسمع وكتاب بس هو عاوز يشوفك. قلت له لا مش هودي حاجه. فلما قال لهم انا عرفت بقى الكلام ده بعد ما قعدت مع مستر مانويل. فلما قالوا له لا هو مش راضي يجيب شرايط فيديو، قال فهو استغرب. قال ازاي لعيب مثلا مش اسم كبير ومش راضي يودي شرايط فيديو. فبيقول اول حاجه لفتت نظري انه رفض الطلب، فانه في حاجه مش مفهومه. فالكابتن حسام البدري كان هو المدير الكوره، كان برضه مساعد الخواجه. فقال لي بس هو هيعرفك، احنا عارفينك وبتاع، بس هو لازم قلت له والله مش هجيب حاجه يا كابتن. قال لي بقى بعد الحاح. قلت له خلاص انا اسامه اخويا الكبير هديله انا شرايط الفيديو وبعد كده ماشي اوكي. فاسامه خد الشريطين، كان فيهم ماتش الزمالك وماتش الكرو. بيقول بعد ما اتفرجت على 10 دقايق قلت خلاص هاته. فانا عملت فيهم ماتش كويس، كان خسرنا بالزمالك 1-0 وكسبنا الكروم وجبت انا جولين. قعدت الاول مع الكابتن حسام والكابتن عدلي في شقه الكابتن عدلي في العجوز، ومجدي معايا. فكانوا هم لسه جايبين اللعيبه اللي كانوا كاس عالم الشباب، كان رضا شحاته وابو مسلم. الجيل اللي جه في 2001 برضه. أيوة معايا الصفقات الجديده. فقال لي بص احنا هنسويك بالولاد دول. فمجدي انا لو ايه. فمجدي قال لهم لا استنى بس عشان نقعد مع بعض ونتفق. هو الولد شريكه، والولد طبعا هو امنيته يلعب في الاهلي. فالمهم ما اتفقناش. فاحنا ايوه. يعني ساومت يعني؟ لا مش ساومت، انا اقول لك بس على التفاصيل. فاحنا خارجين الكابتن عدلي بيقول لي مجدي بيقول له بقى القعده دي كانها ما حصلتش. فمجدي قال له لا عادي، احنا بالنسبه لنا عادي مفيش مشكله. فجاله بقى تليفون الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب كان عنده فرح في مصر الجديده وبتاع. فقابلناه واتفقنا معاه ومضيت على بياض ومضيت على العربيه بتاعه البي ام ورا.
وساعتها هو ادالي شيك من حسابه الشخصي، قال لي ده مقدم العقد، واحنا هنخلص الامور مع النادي سواء في يناير او في نهايه الموسم بعد كده. الشيك ده احتفظت بيه 3-4 شهور ما صرفتوش. هو كلمني قال لي يا ابني انت ما صرفتش الشيك ليه؟ قلت له يا كابتن انا محتفظ بيه. قال لي صوره. فدي برضو من الحاجات الذكريات. انتقالنا للاهلي حلم. ماشي يا عماد على الارض، وعماد متعب وجوه منطقه الجزاء، وممكن وادي متعب وهوبا جوه الجول، هوبا 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 جوه الجول. بقول لحضراتكم الكره ما بقاش مستحيل، ومحمد ابو تريكه والهدف الثاني وهدف التعادل. بوليكا محمد ابو تريكه، محمد ابو تريكه، والهدف التعادل في الدقيقه 43. محمد ابو تريكه اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه يستطيع ان يحرز